السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السياسة، حيث نغوص معا في عالم السياسة والاقتصاد ونتناول المواضيع الأكثر إثارة وتحديا في الساحة الدولية. اليوم سنتناول موضوعا حساسا ومعقدا جدا، لكنه بالغ الأهمية في سياق التغيرات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم، خاصة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. عندما نسمع عن الصحراء قد يظن البعض أنها مجرد نزاع إقليمي، لكن الحقيقة أن هذا النزاع يملك تأثيرا هائلا على الاقتصاد والسياسة الدولية. في ظل التحولات السياسية في الولايات المتحدة وما يتبعه من تغيرات في المواقف تجاه قضايا حساسة مثل النزاع الصحراوي، نرى أن السياسة الأمريكية قد تأخذ منحى جديدا يغير كل المعادلات. نعم، ما سنناقشه اليوم ليس مجرد تحليل سياسي عابر، بل هو نقطة تحول قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والدولي. ما هي حقيقة التحولات التي يشهدها هذا الملف؟ وكيف يمكن أن تؤثر على أسواق الطاقة، التجارة الدولية، وحتى على قدرة الدول الكبرى على فرض إرادتها في قضايا النزاع؟ هذا ما سنتناوله اليوم بطريقة واقعية ومتعمقة. إذا كنت مهتما بمعرفة كيف يمكن لتغيرات في السياسة الدولية أن تؤثر على الاقتصاد بشكل غير مباشر، وكيف أن تلك التحولات قد تعكس قوى جديدة في عالم الأعمال والسياسات، فإنك في المكان الصحيح. سنغوص في هذه التحولات الاقتصادية والسياسية بشكل مميز، ونفتح المجال لنناقش معا التحديات والفرص التي قد تنشأ في المستقبل القريب. هل ستستمر الولايات المتحدة في دعم موقفها تجاه جبهة البوليساريو؟ هل سنشهد تحولا في السياسات الدولية التي تؤثر على المصالح الاقتصادية الكبرى؟ تابعوا معنا لتكتشفوا التفاصيل في هذه الحلقة المليئة بالتحليلات المهمة. ابقوا معنا، لأننا على وشك أن نكشف لكم زوايا جديدة لفهم أكبر القضايا الاقتصادية التي تبنى عليها الكثير من الاستراتيجيات الدولية اليوم. قبل أن نبدأ في تفاصيل الخبر، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتفاعلوا معنا بإعجاب وتعليق لدعم المحتوى. في الآونة الأخيرة تتصاعد الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بتغيير الموقف الأمريكي تجاه النزاع الصحراوي بشكل جذري. ومع العودة للجمهوريين إلى سدة الحكم، يبدو أن سياسة واشنطن قد تتخذ مسارا جديدا يعكس بشكل أكبر دعما للموقف المغربي في هذا النزاع التاريخي. هذا التحول الذي قد يحدث لا يتوقف عند مجرد الكلمات أو التصريحات الدبلوماسية، بل قد يتطور ليشمل خطوات عملية، من أبرزها إعادة النظر في مهمة بعثة المينورسو الأممية التي ظلت تراقب الوضع في الصحراء على مدى أكثر من 3 عقود دون أن تحقق تقدما ملحوظا نحو الحل النهائي للنزاع. هذا التحول في السياسة الأمريكية يعكس تأثيرات متزايدة لصراع النفوذ بين الدول الكبرى في المنطقة، وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي. على الرغم من ذلك، فإن المطالبات التي نشأت من مراكز الفكر القريبة من الحزب الجمهوري مثل معهد أمريكان انتربرايز تكشف عن تساؤلات عميقة حول شرعية جبهة البوليساريو كممثل وحيد للصحراويين. وهذا الأمر يحمل تداعيات كبيرة على توازن القوى في المنطقة، إذ يرى العديد من المتابعين أن جبهة البوليساريو التي ظلت تعتبر الممثل الشرعي للشعب الصحراوي على الساحة الدولية أصبحت مجرد بقايا لحروب الحرب الباردة التي انتهت، وأصبحت تشكل عقبة أمام إيجاد حلول عملية وسلمية لهذا النزاع الذي طال أمده. ففي مقال نشر مؤخرا من قبل مايكل روبن، المحاضر في كلية الدراسات العليا البحرية والخبير في السياسة الأمريكية والشرق الأوسط، اعتبرت جبهة البوليساريو بأنها لم تنتخب من قبل الشعب الصحراوي، ولم يمنح هذا الشعب أي حق في اختيار ممثليه، وبالتالي فإن استمرار الاعتراف بها كممثل شرعي للصحراويين يعد بمثابة إهانة لحقوق الإنسان في نظر العديد من الخبراء السياسيين. هذه التصريحات تعكس واقعا جديدا في السياسة الأمريكية تجاه القضية الصحراوية، حيث يطالب بشكل متزايد بتقوية موقف المغرب ودعمه في الساحة الدولية، والعمل على تجفيف منابع الدعم التي كانت تقدمها بعض الدول للجبهة.
إن النقاش حول جدوى بعثة المينورسو يتزايد في هذا السياق، حيث أن هذه البعثة التي تم إنشاؤها في عام 1991 فشلت في تحقيق الهدف الرئيسي الذي أرسلت من أجله، وهو تنظيم الاستفتاء الذي يحدد مصير الصحراء. ومع مرور الوقت أصبح واضحا أن بعثة المينورسو لم تنجح في تحقيق أي تقدم حقيقي نحو حل النزاع. في هذا السياق يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد مراجعة سياستها بشكل شامل، حيث كان وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لا ترى في جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للصحراويين، وهو ما يعكس تحولا كبيرا في الموقف الأمريكي. وفي الوقت نفسه تعمل واشنطن على تعزيز علاقاتها مع المغرب، وتؤكد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه الرباط كحل واقعي لهذا النزاع الطويل. لكن ماذا يعني هذا التحول في السياسة الأمريكية بالنسبة للأطراف الأخرى المعنية بالصراع؟ كيف ستؤثر هذه التغيرات على مستقبل النزاع الصحراوي؟ وكيف ستؤثر هذه المواقف الجديدة على العلاقات الدولية في المنطقة، خصوصاً بين الولايات المتحدة والجزائر التي ظلت داعمة للبوليساريو؟ في ظل هذه التحولات العميقة في السياسة الأمريكية، تتصاعد التساؤلات حول مصير جبهة البوليساريو والمواقف المختلفة التي قد تتخذها القوى الكبرى في المجتمع الدولي تجاه النزاع الصحراوي. ففي الوقت الذي بدأ فيه الأمريكيون يراجعون استراتيجياتهم تجاه القضية الصحراوية، يبدو أن الأطراف الأخرى مثل الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي ستجد نفسها أمام تحديات جديدة في إدارة هذا النزاع المعقد. إن الطلب المتزايد بإعادة تقييم وضع البوليساريو واعتبارها ليس الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي يفتح الباب أمام بحث خيارات بديلة لتسوية هذا النزاع، وهو ما قد يغير شكل الصراع في السنوات المقبلة. على الرغم من هذا التحول الأمريكي، يبقى السؤال المركزي: كيف ستؤثر هذه المراجعات في مواقف الأطراف الأخرى التي ترتبط بمصالح جيوسياسية معقدة في المنطقة؟ وفي هذا الإطار تبقى مسألة الدور الأمريكي في تعزيز مقترح الحكم الذاتي المغربي على طاولة النقاش. ومن بين الأبعاد التي تكتسب أهمية متزايدة في هذا السياق هو الدور الذي تلعبه القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة في إعادة رسم حدود التوازنات السياسية في المنطقة. فبينما تعزز واشنطن موقفها الاستراتيجي لصالح المغرب، تتزايد الضغوط على الجزائر التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لدعم البوليساريو على الصعيدين السياسي والدبلوماسي. هذه التوجهات رغم أنها تبدو كخطوات مفصلية في إعادة تشكيل ملامح هذا النزاع، إلا أنها تفتح النقاش حول مصير بعثة المينورسو التي لم تتمكن من تحقيق تقدم جوهري في ظل الصراع الممتد منذ عقود. إذ أن هذه البعثة التي تهدف في الأصل إلى إجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير الصحراء قد فشلت في تحقيق أي نتائج ملموسة رغم مرور أكثر من 3 عقود على وجودها في المنطقة. أما في الجانب الآخر، فإن التحركات الدبلوماسية والتجاذبات السياسية قد تقود إلى تغييرات جوهرية في المواقف الدولية. فنظراً للضغط المتزايد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، قد تلتزم بعض الدول الكبرى بتعديل موقفها، الأمر الذي قد ينعكس بدوره على تصورات الشعب الصحراوي فيما يتعلق بمستقبلهم، وقد يطرح تساؤلات جديدة حول الخيارات المستقبلية لتسوية النزاع. ووفقاً لبعض التحليلات، فإن هذه التحولات قد تكون بمثابة بداية لتغيير شامل في استراتيجيات القوى الكبرى حول النزاع الصحراوي. وفي هذا الصدد تبرز التساؤلات حول التأثيرات المحتملة لهذا الموقف الأمريكي الجديد على باقي الفاعلين الدوليين، وتحديداً الجزائر التي تمثل حليفاً رئيسياً للبوليساريو في هذا السياق، وهو ما يطرح تحديات كبيرة على الساحة الدبلوماسية. ومع التصاعد المستمر للضغط الدولي على جبهة البوليساريو والمطالبات المتزايدة بوقف الاعتراف بها كممثل شرعي للشعب الصحراوي، تزداد أهمية البحث في البدائل الممكنة التي قد تعيد تشكيل مسار النزاع. إن موقف الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة قد يعيد ترتيب الأوراق السياسية في المنطقة، ويؤثر بشكل مباشر على مسار المفاوضات المستقبلية. وفي ضوء هذا التحول، تتزايد الحاجة إلى دراسة تأثيرات هذه المتغيرات على الأطراف الأخرى المعنية، وخاصة الجزائر التي تبقى داعماً رئيسياً للبوليساريو وتحاول الحفاظ على موقفها التقليدي في النزاع.
وقد يكون هذا التغيير في المواقف الدولية نقطة فارقة في مستقبل النزاع الصحراوي. لكن السؤال الأبرز الآن هو: هل ستتمكن الأطراف الدولية من الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق الاستقرار في المنطقة؟ وتعزز هذه التساؤلات أهمية التركيز على الفاعلين المحليين أيضاً، مثل الشعب الصحراوي نفسه، الذي ظل يعاني من العواقب المترتبة على هذا النزاع الطويل والمستمر. ومع تزايد الحديث عن حركة صحراويون من أجل السلام كبديل مشروع للبوليساريو، تبرز الحاجة إلى النظر في دور هذه الحركة في تحقيق تسوية سلمية ومستدامة للنزاع. وعلى الرغم من كونها حركة حديثة نسبياً، فإنها تكتسب دعماً متزايداً من قبل بعض القوى الدولية، مما قد يعكس تحولاً في المواقف تجاه تمثيل الشعب الصحراوي. ومن الواضح أن هذا التحول لا يقتصر على الشق السياسي فقط، بل يتعداه إلى الشق الإنساني أيضاً، حيث يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه الحركات من تقديم رؤية واقعية تلبي تطلعات الشعب الصحراوي وتحقيق السلام المنشود؟ وفي النهاية، يبقى هذا الموضوع من أكثر المواضيع تعقيداً على الساحة الدولية، والتحديات أمام الأطراف المختلفة لا تزال كبيرة. ولكن من الواضح أن التغيرات الأخيرة على الساحة السياسية قد تكون بداية لمرحلة جديدة من المفاوضات والحلول المحتملة. ماذا تعتقدون أن يكون مصير هذا النزاع؟ هل يمكن أن نرى نهاية قريبة له؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. دمتم بخير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.